المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفيما يلي من الفضائية الإريترية أقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء والمستهل بأبرز العناوين. وفد إريتريا عالي المستوى يسلم رسالة من الرئيس أفورقي إلى الملك سلمان بن عبد العزيز. مستشار الرئيس يعقد سيمينارا للإريتريين في الرياض. دورة تدريبية في السلامة البحرية. زيمبابوي تسعى للحصول على دعم من المانحين بعد جفاف وإعصار. السيسي يجتمع مع ترامب في البيت الأبيض. الصين والاتحاد الأوروبي يتعهدان بفتح الأسواق. السلام عليكم ورحمة الله. سلم الوفد الإريتري عالي المستوى الذي يضم وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يماني قبرآب سلم رسالة من الرئيس أفورقي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وأعرب الرئيس أفورقي في الرسالة عن شكره للملك سلمان لدعمه القوي لإريتريا وعملية السلام الإريترية الإثيوبية، مقدما أفكارا للمساعدة في الدفع بالتعاون القائم في العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. وأشار الملك سلمان في اللقاء الذي جرى في قصر اليمامة بمدينة الرياض اليوم الأربعاء 10 من إبريل إلى العلاقات الأخوية الدافئة القائمة بين إريتريا والمملكة العربية السعودية على أساس المصلحة المشتركة، وأكد على استعداد بلاده لتعزيز علاقات الشراكة مع إريتريا وتحمل مسؤوليتها لضمان وتحقيق السلام والأمن الإقليمي. وحضر اللقاء وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وسفير المملكة في إريتريا صقر بن سليمان القرشي، ومسؤولين آخرين. وقد التقى الوفد الإريتري على المستوى الذي يقوم بزيارة عمل تستغرق 4 أيام للمملكة العربية السعودية، التقى بالمستثمرين السعوديين. عقد مستشار الرئيس السيد يماني قبرآب سيمينارا للإريتريين المقيمين في الرياض وضواحيها بالمملكة العربية السعودية يوم أمس الثلاثاء 9 من إبريل بشأن أوضاع البلاد والتطورات الإقليمية. وقال السيد يماني في السيمينار إن الشعب الإريتري الذي هزم المستعمرين وداعميهم وانتزع استقلاله عام 1991 واجه عام 1998 غزوا عسكريا سافرا استهدف سيادته ومؤامرات اقتصادية وتهجير لشبابه، لكنه تصدى وهزم كافة العدائيات والمؤامرات بوعي وتصد قوي ومثابرة، وخرج منتصرا عام 2018. وأوضح بأن الأعداء ورغم هزيمتهم وضعفهم لن يتوقفوا عن مؤامراتهم وعدائياتهم الضعيفة، وإن المؤامرات الجارية لتعكير مرحلة السلام الجديد الإريترية الإثيوبية خير مثال، ومما لا شك فيه بأننا سنتصدى لها ونهزمها بتمتين وحدتنا والعمل المثابر ودون الدخول في المهاترات الإعلامية. وأضاف السيد يماني أن الاتفاق المبرم بين إريتريا وإثيوبيا يهدف لاحترام سيادة البلدين والدفع بالعلاقات والتعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وضمان الأمن الإقليمي وتنفيذ قرار مفوضية الحدود النهائي والملزم، مؤكدا بأن الحكومة الإريترية تعمل بجدة لإحلال السلام والاستقرار المستدام. وذكر بأن الدولة لا يمكنها أن تكون قوية وتؤمن سيادتها دون اقتصاد قوي، لذلك أطلقت الحكومة الإريترية مشاريع كبيرة في البنى التحتية وتنمية القدرات البشرية بوضع الأولوية لتقوية الاقتصاد الذي أضعفته العدائيات والمؤامرات القوية ورفع إنتاجية المواطنين. في الختام أجاب السيد يماني قبرآب على أسئلة واستفسارات الحضور. نظمت القوات البحرية دورة تدريبية ل31 من أعضائها في السلامة البحرية، واشتملت الدورة على أساليب السلامة الفردية والسيطرة على الحرائق والإسعافات الأولية والمسؤولية الاجتماعية. وذكر بأن الدورة التدريبية نظمت للإيفاء بالإجراءات المطلوبة للمنظمة البحرية الدولية باعتبار إريتريا عضوا في المنظمة، وهي مواصلة للدورة التدريبية المنظمة عام 2010 في مانيلا الفلبينية، وتقديم شهادات تستوفي الإجراءات الدولية المطلوبة لوسائل الحراسة في السفن.
إلى جانب ذلك أنهى 16 من المشاركين في الدورة تدريبا في قيادة السفن. حققت أنشطة التوعية التي قام بها الشباب في مديرية هابرو لرفع المشاركة في التعليم حققت نتائج مرضية. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد في يومي الخامس والسادس من إبريل الجاري في بلدة عريتاي. وأوضح التقرير المقدم في الاجتماع أن الجهود المبذولة لرفع المشاركة في التعليم بنسبة 10% في السنوات العشر الماضية جاءت بنتائج جيدة لإرسال الأطفال من عمر الخامسة وحتى التاسعة للمدرسة في ضاحية عريتاي. وأشار الاجتماع إلى قيام الشباب ببناء وصيانة منازل أسر الشهداء ومساعدة المحتاجين في الزراعة وتغطية منصرفات الدراسة ل48 من أبناء الشهداء. وقال مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم عنسبة السيد الزازي برخة آب في الاجتماع إلى المشاركة الواعية للشباب أساس النجاح، موضحا بأن الارتياح المعيار الأكبر للمساهمة في المجتمع. وانتخب الاجتماع هيئة إدارية للفرع لمدة عامين. ودعا مدير مديرية هبرو السيد فتوي قبر مسقل دعا الشباب لتقوية التأطير والتنظيم والدفع بمساهماتهم. قام مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية قندع بتأهيل 6 أسر ترعى المعاقين ذهنيا بفتح متاجر لها. وأوضح مسؤول المكتب السيد جابر إدريس إن برنامج التأهيل الذي كلف 140 ألف نقفة يأتي مواصلة للمساعدات المقدمة للمحتاجين. وأكدت الأسر المدعومة على العمل لتحسين حياتها المعيشية استفادة من الدعم المقدم. لقي شخص واحد مصرعه في انهيار جزئي في الساعة 8 من صباح اليوم 10 من إبريل في مسجد كرن المعروف بالمسجد العتيق المشيد عام 1896. وقد وقع الحادث للمسجد الواقع وسط مدينة كرن أثناء إجراءات الصيانة له ووفاة أحد البنائين وإصابة 5 آخرين بالجروح. وأفاد الدكتور هبتوم تسفهنس من مستشفى كرم بإرسال 3 من المصابين إلى أسمرة لتلقي العلاج. نتوقف سادتي مع فاصل قصير ومن ثم نعود لمواصلة الأخبار. ناشدت زيمبابوي أمس الثلاثاء المانحين المحليين والأجانب لتقديم مساعدات قيمتها 613 مليون دولار لتقوية الواردات الغذاء أو لتغطية الواردات الغذائية والمساعدة في مواجهة أزمة إنسانية بعد تعرض البلاد لجفاف شديد واجتياح إعصار لشرقي البلاد. وقالت وكالة تابعة للأمم المتحدة أن جفافا نتج عن ظاهرة النينو أدى إلى القضاء على المحاصيل الزراعية في زيمبابوي وجعل نحو ثلث سكانها البالغ عددهم 15 مليون نسمة في حاجة لمساعدات غذائية. وتفاقم الوضع عندما اجتاح الإعصار إيداي زيمبابوي وموزمبيق وملاوي الشهر الماضي، مما جعل مئات الآلاف في حاجة إلى الغذاء والماء والمأوى. وأظهرت وثيقة أن الحكومة تسعى للحصول على مساعدات يبلغ حجمها نحو 300 مليون دولار لشراء مواد غذائية، في حين سيخصص الباقي لتمويل إقامة ملاجئ طارئة واحتياجات لوجستية من بين أمور أخرى. ولقي مئات الأشخاص حتفهم في موزمبيق وملاوي، ووصل الآن عدد القتلى في زيمبابوي إلى 344 شخصاً. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العلاقات الأمريكية المصرية تمر بأفضل حالاتها، ورأى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقوم بعمل عظيم، وذلك خلال استقباله الأخير في البيت الأبيض. وقال ترامب أن العلاقات بين مصر وأمريكا تمر بأفضل حالاتها، وأشار إلى أنه ناقش مع السيسي عدة قضايا تتعلق بالشؤون العسكرية والتجارية،
وأثنى على العمل الكبير للدولتين في مجال مكافحة الإرهاب. من جانبه لفت الرئيس المصري إلى رغبته في أن يناقش مع ترامب سبل إحداث نقلة نوعية في العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة. كما اعتبر السيسي أن العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها منذ سنوات ماضية طويلة جدا، معربا عن شكره وتقديره للرئيس الأمريكي على ذلك. هذا وبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في واشنطن تطورات القضية الفلسطينية مع جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره وزير الخارجية مايك بومبيو. بدت حالة من الحزن والأسى بين المواطنين في البرازيل وخاصة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية جراء الفيضانات الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار التي غطت مناطق واسعة من المدينة وسط توقعات بسقوط عشرات القتلى والمصابين. وأعلنت السلطات مصر 10 أشخاص، وذكرت شبكة أمريكية أن صفارات الإنذار انطلقت في 21 منطقة واقعة في نطاق خطر الفيضانات بالمدينة لإخطار المواطنين بالتوجه إلى أماكن آمنة معدة سلفا، فيما أغلقت المدارس وغمرت مياه الفيضان عددا من الشوارع واقتلعت الأشجار. من جانبه قال عمدة المدينة مارسيلو كريفيلا إن المدينة تمر بمرحلة متأزمة، مطالبا المواطنين بالبقاء داخل منازلهم في حال أمكنهم ذلك. وأصيبت الشوارع بحالة من الشلل نتيجة تراكم المياه بصورة كبيرة، بينما تسعى السلطات إلى تسيير الشوارع ونقل المصابين جراء الأمطار الغزيرة إلى المستشفيات. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.